حفل احنا نسويه سنويا بمناسبة رمضان، واليوم كانت عندنا مناسبة أخرى اللي هي اليوبيل الفضي لتأسيس شبكة أخبار العراق. جمعنا الصحفيين والإعلاميين العراقيين والأردنيين، تبادلنا الهموم، تبادلنا المواضيع السياسية على الساحة، وكان لي فرحة كبيرة لتواجد هذه النخبة المثقفة الإعلامية من صحفيين عراقيين وأردنيين، وبنفس الوقت نقوي الصداقة العراقية الأردنية الإعلامية الصحفية. وأنا جدا مسرور اليوم بهذا الحضور والجمع الكبير من مثقفي العراق والأردن. حفل هذا اليوم هو حفل جمع بين الصحفيين الأردنيين والعراقيين، الصحفيين والإعلاميين. هذا تقليد سنوي ارتأت شبكة أخبار العراق في كل رمضان يقام هذا الحفل من أجل تعزيز الروابط والأواصر الاجتماعية والعلاقة الأخوية بين الأشقاء. أول شيء بنشكر شبكة إعلام العراق على الاستضافة الحلوة اللي وطدت العلاقة الأخوية ما بين العراق والأردن، وبنشكرهم على الشهادات التقديرية والدروع اللي أعطونا إياها بصفتنا داعمين للأخوة العراقية ما بين العراق والأردن، والعلاقات ما بين الشعبين اللي طبعا عمرها ما بتنتهي ولا هي أبدية. وبنشكر شبكة إعلام العراق، بنشكر أستاذ ضياء الكواز، بنشكر كل اللي كانوا موجودين بالحفل. شكرا. اليوم يعني هو يوم كتير مميز، واعتادت شبكة أخبار العراق والإعلامي الكبير ضياء الكواز وأيضا الأستاذ حسين الأسدي على إقامته، وهو يوم يعني نحكي سحور إعلامي بيجمع الإعلاميين الأردنيين والعراقيين، بعزز الروابط، فرصة كمان إنه نتعرف على زملائنا الجداد، وحتى يعني نعزز من الروابط بين الزملاء جميعا. ويعني أنا بتمنى التوفيق لشبكة أخبار العراق، وبنتمنى كمان جميع الوكالات الأنباء والقنوات الإعلامية تحذو نفس هذا الحذو حتى يكون في وسيلة للتواصل أكثر ما بين العراقيين والأردنيين. تربط علاقة وثيقة بين الشعب الأردني والشعب العراقي، وتعرف أنه عاداتنا وتقاليدنا واحد من أقرب الشعوب العربية لبعض، وكمان تعرف أن الأردن بلد مضياف لجميع العرب والعراقيين والأردنيين يعني تعايشوا مع بعض وشعب واحد، يعني ما في اختلاف بيننا.